اوزانك بتنزل وعداتك بتقل، بتروح الجيم مش قادر تتمرن، جربت كل الطرق، بتعمل سوبر ست ودروب ست عشان تحس انك اتمرنت وبرضه حاسس انك على طول مجهد، ما تقلقش من الفيديو ده هتعرف ده حصل لك ليه وازاي تعمل في الفتره دي وما يحصلش ده تاني. ده هو بالظبط تعريف الاوفر تريننج، واللي فات ده كان شرح ليه. الاوفر تريننج هي فتره كابوس اي رياضه، واللي بتحصل لاسباب زي عدم جدوله الاحمال التدريبيه صح، ماشي عشوائي وبتروح الجيم تزود اوزان وعدات وخلاص، بتجيب اخرك في كل تمرين او كل مجموعه ومش مراقب الشده والحجم والراحه في التمرين، واللي خلاك تعمل كده انك سمعت انك لازم توصل للفشل العضلي وتجيب اخرك علشان ده اللي هيبني لك عضلات، بس محدش قال لك اضرار الطريقه دي. في حاله انك دخلت في الاوفر تريننج وما ريحتش جسمك وضغطت على جسمك اكتر، هيتعامل لوحده وهيخليك تريح عن طريق انك هتلاقي جسمك لوحده بيقلل في الاوزان والعدات والمجاميع وحسسك انك مش قادر تتمرن، ولو كملت في نفس الضغط هتبتدي تحس بالم في العضلات والمفاصل ولا قدر الله ممكن تصاب. طب لو وقعت في المشكله دي اتعامل ازاي عشان اطلع من الاوفر تريننج؟ بكل بساطه لازم تعمل العكس، هتريح بس مش هتوقف تمرين علشان بالطريقه دي هيبقى نو لود. الطريقه دي ما تستعملهاش غير لو المدرب بتاعك قال لك انك لازم تريح خالص، بس الاحسن انك تعمل ديلود وده هنتكلم عنه في فيديو منفصل. بس دلوقتي لازم تعرف ان الديلود معناه انك تقلل التمرين عن طريق انك تقلل الشده والحجم ممكن للنص او اكتر. لازم تتقبل انك هتقلل اوزانك في التمرين وتخلص المجموعه وتكون سايب من 3 ل 5 عدات قبل الفشل العضلي، لكنك في الفتره دي رايح التمرين تسخن بس، وده فعلا اللي هيخليك تعرف تكمل. طيب نيجي لاهم حته، وازاي ما ادخلش جسمي في الاوفر تريننج من الاول. لازم تبقى واخد بالك من شويه عوامل زي الاستشفاء، هل بتنام كفايه، جوده اكلك كويسه، والعناصر اللي جسمك محتاجها متوفره، البروتين والفيتامينات والمعادن وغيرهم، مجهودك على مدار الاسبوع ثابت ولا ايام وايام. بعدها نبدا نبص على التمرين، لكل شخص عدد مجاميع اقصى يقدر يستشفى منه على حسب السعه الاستيعابيه لجسمك، وده ممكن نقول انه من 10 ل 20 مجموعه للعضلات الكبيره ومن 8 ل 15 مجموعه للعضلات الصغيره، وانت اللي بتحدد الرقم ده عن طريق انك تجرب. ونصيحه ابدا باقل رقم. الشده هنا بالنسبه لتمارين المقاومه بتتحدد على حسب قربك من الفشل العضلي، علشان تاخد اعلى تحفيز عضلي لازم تتمرن بشده عاليه وده اللي كلنا عارفينه. بس هل تعرف انك لازم تسيب مساحه لجسمك انه يستشفى؟ فمش لازم توصل للفشل العضلي في كل مجموعه، خليك قريب بعده او عدتين اغلب المجاميع، وكون حاطط في الخطه بتاعتك اسبوع ديلود كل 6 او 8 اسابيع وممكن اكتر على حسب الجدول بتاعك عشان تقلل الارهاق التراكمي اللي بيحصل على مدار الوقت. بالطريقه دي هتكون بتتمرن بذكاء، تقدر تستمر وتكمل في التطور. وخليك عارف ان الطريق العشوائي نهايته عشوائيه. وبس كده، لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. استنى الفيديو اللي جاي.